السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع حساس وكيشغل بال العديد من الناس المغاربه، خصوصا بعد ما تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام واحد الفيديو لشاب مغربي والصديقه ديالو الاسبانيه. هذا الفيديو اللي خلق ضجه كبيره. الفيديو ظهر فيه شاب والصديقه ديالو في وضعيات غريبه بالنسبه لبعض المتابعين، وخرج علينا بزاف من التعليقات والآراء المختلفة. في السؤال اللي كتطرح هو: واش هاد الشيء يخلل بالآداب العام ولا اختلاف ثقافي؟ غادي نناقش معكم هذا الموضوع من جميع الجهات باش نفهموا كيفاش هاد الفيديو أثار هاد الجدل كامل، وشنو موقف الناس اللي خداو عليه. شنو وقع في هاد الفيديو اللي عاد شفتوه؟ اول حاجه باش نفهموا الموضوع خاصنا نشرحوا شنو وقع في الفيديو. الفيديو كيظهر شاب مغربي مع الصديقه ديال الاسبانيه، واللي بانوا في وضعيات لا متوقعه بالنسبه لبعض الناس. بعضهم شافوا ان هاد التصرفات تخرج عن المألوف في الثقافه المغربيه، خصوصا ان العلاقه بين الرجل والمراه عندنا كتحمل بعض القيم والعادات اللي كتفرض الاحترام والمسافه بينهما في الاماكن العامه. الفيديو خلق جدل كبير لان الناس كيعتبروا ان هذا التصرف لا يعكس القيم ديال المجتمع المغربي، واللي كيعتبروه بعض الناس خارج الاداب العامه. بعض الناس كيقولوا ان هذا الفيديو كيخرق الاداب العامه لانه كيتضمن تصرفات ماشي مناسبه للمجتمع المغربي، مثلا البوسان والتعناق او حتى الظهور في الاماكن العامه بشكل مبالغ فيه. كل هاد الامور كيشوفوها البعض تجاوزا للحدود. والآداب العامة في المغرب كتطلب نوع من الاحترام للخصوصية ديال العلاقة بين الرجل والمرأة، خصوصا في الأماكن العامة. ممكن نكونوا كنا متفقين أن العادات والتقاليد عندنا مختلفة على بعض الدول اللي في هاد الأمور مسموحة في الأماكن العامة، ولكن هنا كتجي النقطة الحساسة: واش هاد التصرف فعلا يخالف الآداب العامة ولا أنه مجرد اختلاف ثقافي بين الجيل الجديد والأجيال السابقة؟ والجانب الثاني اللي بغيت نناقشه معاكم اللي هو: هل هذا الفيديو كيعكس الاختلاف الثقافي بين الأجيال؟ الجيل الجديد اليوم كيعيش في واحد المرحلة اللي فيها الانفتاح على العالم والتأثر بالثقافات الأجنبية من خلال السوشيال ميديا، وهذا الجيل كيحس براحته في التعبير على المشاعر ديالو سواء في الأماكن العامة أو الأماكن الخاصة. وبالنسبة لي هاد التصرفات ما فيهاش عيب، وعادي تكون بين الأشخاص المتفاهمين. وممكن نلاحظوا أن هذا الاختلاف بين الأجيال هو اللي خلق هذا الجدل. في الأجيال السابقة كانت عندها آراء صارمة حول العلاقات بين الرجل والمرأة، بينما الجيل الحالي كيبحث على التغيير، وكثير منهم كيعتبروا أنها التصرفات ما فيهاش أي ضرر وأنها جزء من الانفتاح على الثقافة العالمية. السلام عليكم. اليوم تنطلب السماحه على حساب داك الفيديو اللي تنشر نهار العيد. المسامحه بزاف، وهي غادي نشرح لكم وانا غنترجم لكم. والناس في المجتمع المغربي متفاعلين بشكل كبير مع هذا الفيديو. كاين اللي كيعتبر ان هذا الفيديو اخلال بالاداب ويطالب بمعاقبة الاشخاص اللي كيديروا هاد التصرفات، بينما كاين اللي كيقول ان هذا الشيء مجرد اختلاف ثقافي وان الناس خاصهم يعيشوا بحرية اكبر. ومن جهة اخرى مواقع التواصل الاجتماعي كتفاعل بزاف مع بحال هاد الفيديوهات، وهذا الشيء كيساهم في الزيادة ديال الجدل حول هذا الموضوع. والناس كتبادل الآراء وكاين اللي كيأيد وكاين اللي كيرفض. هاد التفاعل الكبير بين المتابعين كيبين لنا كيفاش المجتمع كيواجه التحولات الاجتماعية والثقافية اللي كتوقع في الأجيال الجديدة. اللي خاصنا نفكروا فيه هو كيفاش نلقاو الحل بين احترام التقاليد والآداب العامة وبين تقبل الاختلافات الثقافية، لأن المغرب اليوم مجتمع متنوع ثقافيا وفيه تباين كبير بين الأجيال والعادات، ولازم على كل واحد يحترم الآخر ويحترم السياق الثقافي ديال البلد. المهم هو أن الشخص يعيش بحرية، ولكن في نفس الوقت يحترم القيم ديال المجتمع ويتجنب التصرفات اللي ممكن تثير الجدل بدون سبب. ما كنتي عارفه بلي غيتشهر في المغرب؟ ماشي ما كنتي عارفه، وانما ما كنتي مركزه. في النهاية
كل واحد عنده الرأي ديالو في هذا الموضوع. واش هذا الفيديو إخلال بالآداب العامة ولا هو مجرد اختلاف ثقافي بين الأجيال؟ هذا الجدل هذا غادي يستمر، ولكن المهم هو أننا نعيش في المجتمع مع احترام بعضنا البعض، ونخليو المجال للنقاش البناء. وفي الأخير ما تنسوش تخليو لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. الفيديو هذا غيكون هو الاخري ان شاء الله. ديك غنخرج فيها اذا غنوضح الامور اللي وقعت. ايوا مسامحه، وتا هي كطلب منكم السماحه.